السلام عليكم أعزائي المشاهدين. في هذا الفيديو سنعرض لكم الملعب الذي سيلعب فيها المنتخب اليمني للناشئين مبارياته في نهائيات كأس آسيا للناشئين، وكذلك سنعرض لكم بعض المشاهد من مدرجات وجماهير منتخب تايلاند المرعبة. لكن أرجو قبل البدء بالفيديو أتمنى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات لتصلك آخر أخبار الرياضة. سيلعب المنتخب اليمني للناشئين أولى مبارياته في نهائيات كأس آسيا للناشئين، وذلك من أمام المنتخب الماليزي، وستكون المباراة على أرضية ملعب تاماسات الدولي، والذي سيجري المنتخب اليمني للناشئين جميع مبارياته في النهائيات على أرضية هذا الملعب. ويقع ملعب تاماسات في محافظة باثوم ثاني في تايلاند، ويعد من أفضل الملاعب في دولة تايلاند، حيث يتسع هذا الملعب ل30,000 متفرج. وسيرحل المنتخب اليمني إلى تايلاند وذلك يوم السبت بتاريخ 12 من الشهر السادس من العام 2023. وإذا تريدون أن أضع لكم فيديو يتحدث عن جانب القوة والضعف للمنتخب الماليزي فشاركونا آراءكم في التعليقات. والآن دعونا نشاهد بعض اللقطات لجماهير تايلاند الغفيرة والمؤازرة لمنتخباتها في جميع الفئات.